ومن جملة الأبحاث في باب صلاة الجمعة أنه من جملة أنه لا يتكلم، واختلف العلماء هل يحق له أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذا قال الخطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص حرم الكلام. فإذا خطب وقال لنا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات أو أي حديث كانت، هل نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الخطبة أو لا؟ هذا تعارض، لأن حديث البخيل لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليه يدل على وجوب الصلاة على النبي عند ذكر اسمه الشريف في أي وقت كان ولو في حال الخطبة. والحديث الذي ينهى عن الكلام والتكلم حال خطبة الجمعة أعم من أن يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، تعارض عمومين. فمن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أي هذا سيعمل بحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى عليه، ولكنه سيخالف الأحاديث الدالة على تحريم الكلام حال الصلاة. وإن سكت فسيوافق حديث النهي عن الكلام، ولكنه سيخالف حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لكن بعض العلماء قالوا النبي نهى عن اللغو، واللغو والكلام الذي ليس له فائدة. فإذا سيقول صلى الله عليه وعلى وسلم سرا وقت ما بيقول الإمام فما يشوش على الحاضر ولا هو لغو، فما بش مانع أن يقول سرا، لأن الخطيب بيقول وقد قال النبي صلى الله عليه بيقول النبي وهم بيقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دليل كلها ما يصلى عند إنما الأعمال بالنيات لو قد صلوا على النبي ما يؤديش إلى التشويش. يقول بعضهم هكذا أنه ما يؤدي إلى التشويش إلا حين كل واحد بحاكي الثاني، ابعد الحذاء حقك، من قال لك تركع خير تقدم تأخر، هذا الذي يضوي روح الواحد ويكعوت اللبابة عاد يعجز. أما إذا هم في ضرب واحدة حال ما يقول الخطيب وقد قال النبي عاده بيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتمها إلا وقد كل واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سرا. كذلك هل يجوز للمؤتمين أن يقولوا آمين إذا ادعى اللهم اصلح الراعي والرعية وهم يقولوا آمين، والأمة المحمدية يقولوا آمين؟ هل هذا مشروع أو لا؟ الظاهر أنه لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام. ويحتمل أن نقول أن ما بش تشويش لأنه ما بيقولوا إلا في السكتات. حال ما الإمام الخطيب بيقول اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها بالقول وعمل، وبيقولوا آمين في لحظة، ما بيرجع يقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إلا وهم ساكتين، فلا مانع، لأنه مش لغو، هو بمعنى استجب يا الله. فالمسألة مسألة اجتهاد، بعضهم أجازها التأمين في السكتات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الشريف، وبعضهم منع من ذلك.